شفت بقى؟ اتكلم. ثواني بس. هتدوس على الجرة فين ولا؟ هو كده شغال يا باشا. اتكلم يا حاج، عايز تقول ايه؟ انا بقول لك بعد حسني وحبيبي العدل. تمام. دلوقتي الحراميه والبلطجيه والناس دي ما بقاش حد يفهم. تمام. كله الصوت مشي من الناس. تمام. يتكلم واحد يطلع السلاح ويضربه. صحيح. البلطجيه في المناطق النهارده عامله فرد علينا. في قلب المناطق الشعبيه. تمام. طب الحكومه عارفه كل ده، ما بتلمش الناس فيه ليه؟ سايبينهم علينا ليه؟ تمام. يعني ايام الرئيس مبارك كانت احسن من الايام اللي احنا فيها دي. ده شيء طبيعي. تمام. كنت انت تقدر تطلع تشتغل وبتاكل كويس. انا من النهارده بطلع اشتغل اذان المغرب باخد عربيتي واروح. تمام. الاول اخافش من اول انا في نص اذان الفجر كان الزبون بيتصل عليا بصحى من قلب منطقتي اخد العربيه واطلع. انا لو واحد بيتصل عليا الساعه 10 بالليل بخاف اطلع بعربيتي من بره منطقتي هتثبت على الدائري. تمام. انا ساكن جنب الدائري. تمام. كل يوم عربيات بتتسرق هناك على الدائري. يا رب. كل يوم في عفره وقوم السمن والناس البلطجيه هناك ما شاء الله. تجار المخدرات سايبينهم ليه؟ في عفره وقوم السمن. في عفره وقوم السمن كل بتوع الخضره والمخدرات والسلاح. وضربوا الحكومه من اسبوع كانوا بيثبتوا عربيه على طلعه بهتين على النعمه العيال رقدت الحكومه على الارض. على بطنهم في طلعه الدائرة. لكن ايام اللي هو حبيبي العدل ما كانش ده بيحصل. مين اللي كان يجرؤ؟ تمام. يخطف عربيه ولا يثبت واحد في الطريق؟ صحيح. يا عم انا قاعد في المنطقه مرعوب، قاعد انا في المنطقه مرعوب، ما بخرجش بره البيت اسيب عيالي دي. ما هم يا حاج عمال يقول لك حسني مبارك سبب الازمه الاقتصاديه، سبب مش عارف ايه. حسني مبارك عمل امن في البلد احنا مش هنلاقيه تاني. تمام. طب هو الراجل وسع في مصر كانت ايه؟ كانش فيها شارع تعرف تمشي فيه. صحيح. مصر ما كناش نعرف نسافر غردقه ولا سفاجه ولا طور سينا ولا رفح ولا العريش ولا الاماكن دي. موسع مدن فيها في اكتوبر وفي مرسى مطروح ومرسى مطروح وفي اسكندريه وفي اسيوط وفي العاشر من رمضان والمناطق الصناعيه عمل مش ما عملش. اما الشعب المصري اصلا هو اصلا بطبيعته ما بيحبش الشغل. تمام. لو يطلع يشتغل وينهض بالبلد البلد هتبقى حلوه. اما الشعب المصري عاوز ياكل ويشرب وينام وتديله فلوس. طب انت الايام دي عندك هو شعب ما بيحبش الشغل. بس الشعب ده لو ما رجعش يشتغل تاني ويشتغل في الصنعه ويزرع، لان انت بلد زراعيه مش بلد صناعيه. صح. لازم نرجع نزرع تاني. لو تمام. رجعنا زرعنا تاني هننهض بالبلد. ايه رايك طيب في الناس اللي بكره احتفال 25 ابريل، تمام، وعيد تحرير سيناء؟ ايه رايك في الناس اللي عماله تقول ايه حسني مبارك مش السبب في رجوع سيناء؟ مين اللي قال كده؟ الناس درية شرف الدين، مين؟ درية شرف الدين وزيرة الإعلام وأشياء زي دي. كان فين هو راجل كان طيار في الجيش؟ كان فين؟ صحيح. هي. تمام. راجل كان طيار في الجيش. راجل مؤسسة عسكرية، والراجل ده لو ما بيحبش البلد دي ما كانش يسلم البلد اللي يحميها. صح. ما كانش يسلمها للمجلس العسكري. صحيح. الراجل ده لو عارف البلد ايه اللي هيحصل فيها وعارف مين اللي هيحمي مصر يسلمها للجيش. تمام. الجيش مصر هو عمود الفقر لمصر، واللي يشكك في جيش مصر لحظه ما يبقاش من الوطن، ما يبقاش من مصر اصلا. صحيح. ولا يعرف حاجه عن مصر. لان جيش مصر انا لما بخشه هم الاربع حاجات انا بتعلمهم. بقول بيعلمني بيقول لي ده انت بتدفع ضريبه عن اهلك ووطنك ودمك وعرضك. انا بدافع عن وطني وعرضي وعرضي وضد العدو في نفس الوقت. صح. ما بحاربش وطني. تمام. لو جيش مصر خايف ما كان ساب البلد زي جيش العراق ولا كان زي جيش ليبيا وعمل والبلد باظت. اما جيش مصر محافظ على مصر وارض مصر.